اتقي شر من أحسنت إليه، ما عادش للدنيا أمان. الكلام ده بينطبق على الجريمة البشعة اللي هزت الرأي العام في قطر وفي مصر. مصري ذبح 2 إخوات وطعن الثالث، وكان ده جزاء إحسانهم إليه. الجريمة تتعلق بمصري، شاب مصري في العقد الثالث من العمر، راح قطر يتفرج على كأس العالم ويبحث عن عمل، فشل في العثور على عمل. تعرف على 2 إخوات مصريين مقيمين هناك، قالوا له تعالى نقسم اللقمة مع بعض وناكل ونشرب مع بعض لعند ما تلاقي عمل. وده طبع المصريين وجدعنتهم مع أي حد في أي دولة في العالم. للأسف الشديد فشل في العثور على عمل. بدأ يخطط للتخلص منهم بعد ما شاف الاثنين الاخوات بيحطوا فلوس في خزنه في الاستراحه او في المكان اللي هم بيباتوا فيه مع زميلهم الثالث. فقرر ان هو يسرقهم، اشترى مخدر من الصيدليه وحط لهم المخدر في الاكل، على اساس ان هو يسرق الفلوس، يكسر الخزنه يسرق الفلوس ويهرب ويرجع مصر. حظهم او قدرهم في الحقيقه ان هم فاقوا من المخدر وهو بيحاول يسرق الخزنه، فشافوه، مسك السكينه وطعنهم وتخلص من الاثنين اخوات، قتلهم وجمع الفلوس وبيبدا يهرب. راح زميلهم الثالث وزميلهم الرابع اللي معاهم في السكن شافه، راح جاي طعنه بالسكينه، وقع في الارض غرقان في دمه جنب الجثتين التانيين الاثنين الاخوات، وخد الفلوس وطفش على طول على المطار وتمكن من الهروب وجاه مطار القاهره. طبعا لان قطر مزوده بنظام تكنولوجي حديث وكاميرات، ولان الاهالي سمعوا صوت الاستغاثات بلغوا الشرطه. الشرطه حضرت على الفور ورصدت حركه القاتل من اول الاستراحه حتى المطار، وتم ابلاغ الانتربول المصري بالجريمه وصور القاتل اللي كان رجال الداخليه منتظرينه في المطار والقوا القبض عليه وتم احالته للنيابه العامه اللي قررت حبسه. وطبعا كل الراي العام في انتظار احالته للمحكمه عاجله للقصاص لهذه الجريمه البشعه. الدرس والعبره في هذه الجريمه هو ان انت ما تامنش لحد، ان انت تتقي شر من احسنت اليه، ان بيتك او مكانك لا يجب ان يكون مباح ومتاح لاي حد، ان انت زي ما بنقول حرص ولا تخون. جريمه بشعه غير مسبوقه على الاطلاق، للاسف دفع ثمنها 2 اخوات ادوا الامان لواحد خاين خان العيش والملح. خلونا نشوف تفاصيل القضيه وتحقيقات النيابه، والراي العام كله في انتظار القصاص خلال الايام القليله القادمه، وربنا يسترها. ومره ثانيه وثالثه ورابعه ما تامنش لحد، واتقي شر من احسنت اليه. بشكر حضراتكم، كنت معكم الصحفي هاني عبد الرحمن.